السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. طبعا انا غبت غيبة طويلة وقررت بقى ارجع بفيديو خطير وجامد جدا، وهو فيديو الكشري في حلة واحدة بقى بدون مواعين كتير. بصراحة اول مرة اجربه ونجح معايا بالطريقة التحفة دي، وكل حاجة فيه مستوية وسهلة وبسيطة. تعالوا نشوف الخطوات مع بعض بكل بساطة ونشوف عملنا ازاي. اول حاجة عندي حلة على النار، حطيت فيها كمية زيت محترمة، كمية كده كبيرة علشان هستخدم الزيت في كذا حاجة. اول حاجة عندي قطعت البصل جوانح بالشكل ده، وعفرته شوية بالدقيق، حطيت له معلقتين دقيق كده وقلبته فيه عشان يبقى مقرمش اكتر. في ناس كمان بيحطوا له شوية نشا، بس انا اكتفيت بالدقيق وبجد كان طلع خطير. وزي ما انتم شايفين على عين البوتاجاز التانية حاطه مصفى وتحتيها طبق، علشان بعد ما البصل يتحمر هصفي الزيت في المصفى، مش هطلعه على ورق مناديل، عشان لو طلعته على ورق مناديل هيطرى. انا عايزاه يبقى ناشف كده وحلو وكريسبي كده زي بتاع بره. اهو ابتدى يتحمر معايا، نقلته بقى على العين العالية شوية علشان انجز. اهم حاجة يكون نسبة الزيت كتيرة زي ما احنا شايفين، ابتدى ياخد اللون الذهبي الجميل زي بتاع بره بالظبط. وكله هنعمله في حلة واحدة، لا مواعين كتير بقى ولا اي حاجة. ببتدي بقى اقرب المصفى مني علشان اطلع البصل يتصفى عليه زي ما احنا شايفين. اهو ابتدي اصفيه وبجد طالع مقرمش ولونه ذهبي وجميل جدا وكريسبي زي بتاع بره، حلو قوي وبحبه جدا. اهو هسيبه بقى يتصفى وينشف زي ما هو على جنب كده. في نفس الحلة هبتدي اوطي بس عليها سنة وانزل بكمية محترمة برضو من الشعرية عشان ابتدي اعمل الرز كله في حلة واحدة. بصراحة يعني الطريقة دي وفرت مواعين كتير، والواحد كان بيكسل يعمل الكشري وبيجيبه من بره، بس بجد تكلفته في البيت احسن من بره بكتير، وبيعمل كمية كبيرة حلوة قوي، وطبعا نضيف عشان انتي عاملاه في البيت. هاخد كمية من الزيت بتاع البصل واللي انا حمرت فيه الشعرية واركنه على جنب، واقول لكم هنعمل بيه ايه كمان شوية. خدت كمية حلوة كده زي ما احنا شايفين من الزيت بتاع البصل. الشعرية معايا ابتدت تتحمر زي ما احنا شايفين. كنت غسلة، طبعا بتغسلي بقى عدد كوبايات الرز اللي انتي عايزاه، وحطاه في مصفى يتصفى برضو من المية اللي فيه، ونزلت عليه بقى بالشعرية وببتدي ان انا اقلب كله علشان الزيت بتاع البصل والشعرية والرز كله ياخد من طعم بعضه. وبجد الريحة يعني احلى من بتاعت بره بكتير. هبتدي بقى املح التمليحة العادية بتاعت الرز وزيادة سنة علشان المكونات اللي هحطها تاني فوق الرز، واديله تقليبة زي ما احنا شايفين كده. قلبت الملح كله. عندي هنا بقى عدس اسمر، كنت نقعاه بقاله ساعتين زي ما احنا شايفين، ابتدى القشرة بتاعته تفك منه، معنى كده ان هو يعني دخل في السوا، وانا ما سويتوش ولا اي حاجة، نقعته ساعتين بس. هنزل على الرز بقى واديله تقليبة برضو، واسقي الرز بقى الشوربة او المية العادية بتاعته اللي احنا بنسقيه بيها، بس هنزود سنة علشان اسوي العدس، وكمان هحط مكرونة فان انا اسوي المكرونة. حطيت بقى، طبعا بتحطي اي نوع، تحطي سباكيتي، تحطي مدورة، الكوع دي زي ما انتي عايزة. حطيت شوية صغيرين كده كان عندي في كيس، واديته تقليبة وهبتدي اسيبه يغلي مع بعض. هنا حطيته بقى على العين الصغيرة علشان وطيت عليه، وشوية الزيت بتاع البصل اللي احنا اخدناهم لو فاكرين. هبتدي بقى اجيب حلة او كزرولة اي حاجة، وانزل بالزيت بتاع البصل عشان اخد طعم البصل وعشان اعمل الصلصة بتاعتي. عندي هنا طماطم ضربتها في الخلاط ونزلت بيها على الزيت بتاع البصل، عشان دي هتبقى الصلصة بتاعة الكشري، يبقى كله واخد من طعم بعضه كده والطعم يبقى جميل. زودتها معلقتين صلصة عشان عايزاها تكون لونها احمر غامق شوية، طبعا ده حسب الرغبة. هبتدي املحها بقى ملح وفلفل، ممكن تزودوا كمان شوية شطة هتبقى هايلة.
ما نكترش التوابل علشان نحس بطعم الكشري. وهحط رشة كده صغيرة، يعني اقل من معلقة صغيرة سكر، عشان الحموضة بتاعة الصلصة. وهسيبها بقى تغلي مع نفسها لغاية ما تتقل، القوام بتاعها يبقى تقيل. عقبال ما كل ده بقى الصلصة تتسبك والرز يستوي، هجيب عندي شوية توم هدقهم، عليهم رشة ملح وشوية كزبرة. التوم طبعا بيحب الكزبرة علشان اعمل الدقة بتاعة الكشري. في ناس بيعملوها على السخن، بيعملوها على البوتاجاز، بس انا بحب اعملها على البارد، بتبقى احلى يعني بالنسبة لي، لان اوريدي هو كل حاجة سخنة، البصل بيبقى سخن، الرز بيبقى سخن، كله بيبقى سخن، فالدقة بتبقى حلوة ان هي بتبقى باردة زي في محلات الكشري بتاعت بره. ببتدي بقى ارش رشة كمون كده في الاطباق اللي انا هحط فيهم الدقة، ودقيت التوم كويس قوي برشة ملح وكزبرة. هدوقه كويس قوي علشان ما يبقاش معايا التوم صحيح كده. وابتدي بقى اجيب ليمونة كبيرة كده حلوة زي اللي قدامنا دي، واعصرها، مش اعصرها في الاطباق، لا هعصرها في قلب الهون اللي انا دقيت فيه التوم. طبعا لو وصلتوا معايا هنا ما تنسوش تعملوا اللايك الجميل بتاعكم وتشيروا الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويعرفوا ان الكشري طريقته سهلة جدا ومش صعبة ومغذي، وتغيير بقى عن اللحمة والفراخ، يعني نريح معدتنا شوية. عصرت الليمونة كاملة، تقدروا تعصروا ليمونتين براحتكم، الليمون حلو جدا. وهديله بقى تقليبة كده. بصوا مش قادرة اوصف لكم الريحة اصلا، التوم مع الليمون خطير. تقدروا كمان تزودوا شوية خل لو عايزين، بس انا يعني محبتش احط خل فيها المرة دي، بس تقدروا تحطوا خل مفيش مشكلة. وهجيب كوباية قهوة او كوباية صغيرة، ربع كوباية مية، هنزل بيها على الخليط اللي في الهون علشان ازود بيه الدقة، وبكده الدقة معايا جاهزة وتمام وزي الفل. في ناس كمان بتقطع عليها قطع طماطم صغيرة، بتبقى حلوة جدا، جربوها كده وجربوها كده. بس دي الدقة اللي بتتعمل في محلات الكشري، ده شكلها يعني. حطيت بقى رشة شطة كده تشطشط الدنيا كده تبقى حلوة. عايزين تشيلوها طبعا مفيش اي مشكلة. وبكده الدقة جاهزة معايا، والرز استوى وبقى مفلفل وجميل بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. جربوها بجد هتعجبكم جدا. ما خدتش وقت خالص ولذيذة، وزي ما انتم شايفين البصل مقرمش وكله مقرمش. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديو جديد.